يا جماعه انا عندي سؤال دايما بيحيرني، هو ليه لحد دلوقتي مفيش مسلسل مصري ينافس فريندز او ذا اوفيس؟ ومش قصدي يبقى نسخه منهم، لا، يبقى مسلسل مصري اوريجينال 100%، بس يكون نفس التاثير ونفس النجاح والاستمراريه اللي عند المسلسلات دي. مسلسل نقدر نعيش معاه سنين، نرجع له بقى ونحبه ونرتبط بيه ونرتبط بالشخصيات ونفضل عايشين معاه. يعني عندك مثلا فريندز كان محقق المعادله الصعبه، كاستنج جامد، ثبات في المستوى بعد 21 سنه من اخر حلقه اتعرضت، واحنا لحد دلوقتي لسه بنرجع نتفرج عليه. ما بيننا كده ما بين المسلسلات دي ضحك ودراما وذكريات. اما بقى ذا اوفيس اللي على الورق كده ولما تيجي تفكر فيه هتلاقي ان هو بيتكلم عن اكتر الاماكن الممله اللي ممكن تشوفها في العالم كله. ذا اوفيس مكتب الشغل، ومع ذلك تخرج مواقف مسلية ومضحكة لأبعد مدى، وده كان متوقف على كتابة عبقرية وتمثيل خرافي. وهنا بقى يجي السؤال، هل عندنا في مصر مسلسل يجمع كل الصفات دي؟ أنا قعدت أدور من سنة 2000 لحد النهاردة. تعالوا بقى نمسكهم واحد واحد. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. مسلسل حكايات زوج معاصر اللي تم إنتاجه سنة 2003 كان من بطولة أشرف عبد الباقي وبسمة وروجينا. كان لطيف قوي وليه حلقات لحد دلوقتي برضو معلمة وبنرجع نتفرج عليها. للأسف هو موسم واحد وانتهى، وقفلة المسلسل بينت إنه مفيش نية إن هو يكمل لمسلسلات أو مواسم تانية. مسلسل الباب في الباب اللي تم إنتاجه سنة 2010 من بطولة شريف سلامة وكارولين خليل وأحمد خليل. كان سيت كوم مكون من 3 مواسم، شبه مسلسل أجنبي اسمه Everyone Loves Raymond، بس ما استمرش أكتر من 3 سنين، وبرضه ما بناش نفس القاعدة الجماهيرية اللي عند فريندز. مثلا مسلسل العيادة اتعمل موسمين، أفكار المسلسل كانت مختلفة، اتعرض في وقت كان ابتدت فيه هوجة السيت كوم، ولكن برضه موسمين وما كملش بعد كده. تامر وشوقية واحد من أكتر المسلسلات السيت كوم الناجحة، وطلع لنا كاركترات كتير مختلفة زي شخصية اتش دبور اللي كملت معانا لأعمال مسلسلات وأفلام أكتر بكتير من المسلسل ده. عمل منه 4 مواسم وما كملش بعد كده. موضوع عائلي اللي مكون من 3 مواسم، جو عيلة بقى ودفى وحاجات حلوة كده، وفي كيمستري حلو ما بين الأبطال، يعني ليه بوتنشال هايل برضه، لكن الفكرة محدودة وما نقدرش ان احنا نكمل او نمط اكتر من كده، لان هما لو مطوا اكتر من كده مسلسل هيقع. عمل منه 3 مواسم، واعتقد ان بقفلة الموسم الاخير ده هيبقى اخر موسم برضه. عندنا كمان مسلسل الكبير، اول 4 اجزاء توب النجاح، مسلسل الناس كلها مرتبطة بيه وبتحبه. يعني ده بالنسبة لنا خلاص بقى حدث ما يتكررش. هجرس وفزاع ودنيا سمير غانم بدور هدية، والكبير بحزلقوم بجوني بالعد، خلاص كاركتر موجود، كوميديا موجود، مكان أصيل مصري، خلاص هو ده بقى المسلسل اللي هيكون ناجح. بس اللي بيحصل بعد كده دنيا سمير غانم بتسيب المسلسل، فالزع ما بيكملش، يطلع اوقات مواسم وهيجي مواسم ويمشي. المسلسل بعد الموسم الخامس بيقرر ان هو يقف 7 سنين، وبعدين بيرجع بيبقى مستواه متضرر شويه، بس بيجيبوا ابطال جديده زي مثلا مصطفى غريب ورحمه احمد وغيرهم. الموسم السادس كان كويس، بعدين الموسم السابع كان مش قد كده، وتيجي الثامن يبقى القضيه بالنسبه للمسلسل. كاستمراريه كوجود ابطال، لا مش هو النجاح اللي احنا كنا مستنيينه ان هو يوصل لمسلسل فريندز في الاستمراريه. نروح بقى لاكتر المسلسلات اللي نجحت في الحوار ده واللي اتكونت من 10 مواسم، وهو راجل وست ستات، 10 اجزاء و334 حلقه، والكاست الاساسي كان ثابت لحد الموسم الخامس. سامح حسين مشي، كملوا السادس والسابع والثامن من غيره. برضه المسلسل بعد الموسم الخامس كيرفو والمتابعه بتاعته وقعوا، وبعدين جابوا سامح حسين في ال9 وال10. انا عن نفسي ما كملتش راجل وست ستات بعد الخامس، كنت بشوف لقطات كده او بعض المشاهد من بعد كده، بس اغلب الناس ما كانش عاجبهم، حتى كمان ما فضلش ترند او ناس كتير فاكراه من بعد اول مواسم. فكاستمراريه ان هو يعمل مواسم كتير بس كنجاح وثبات والابطال يفضلوا زي ما هو، لا. غير ان في اول موسم زيزو مصطفى هي اللي كانت بادئه، وبعدين لما ماتت استبدلوها بنعمة جريتي. دي مسلسلات يعتبر انا بالنسبه لي انتهت او كان عندها فرصه وبوتنشال وما نجحوش. طب ما تيجوا نشوف بقى اللي ممكن يبقى عندهم امل ان هم يحققوا التارجت بتاعنا. اشغال شقه
الفورمات مناسب جدا والكاست ظريف، ولحد دلوقتي محافظين على التيمه بتاعتهم. اتعمل منه لحد دلوقتي موسمين قليل، احنا بنطمح ل10 مواسم. بنشل كبير جدا ليهم كلهم، خصوصا بسبب الاخراج وعائله دياب عموما. لو توسعوا اكتر في الافكار ممكن نشوف حاجه تكمل لقدام. يعني فكر فيها كده، دكتور طب شرعي ده ممكن يخرج حاجه تكون جاذبه للانتباه، ولا عمل ممل او حاجه محدش ان هو يحبها؟ ومع ذلك خرج لك افكار عبقريه. كامل العدد اتعمل 3 مواسم لحد دلوقتي، ومسلسل بص انت يعني ما اعتقدش ان انت جيت اتفرجت عليه وحسيت بان انت اشمئزيت او اتضايقت او يعني ما كانش بسطك المسلسل. كلهم على نفس المستوى تقريبا، رغم ان في ابطال كانوا مشاركين في اول موسم او التاني موسم وبعدين التالت مثلا ما بقوش موجودين، بس ما كانوش الاساس بتاعنا. يعني ما كانش هم العيله كلهم، لا هي مثلا اختها اللي فين وفين، صاحبتها، عادي ممكن تشيل دورهم. وده اللي حصل في التالت، مش هتحس بفرق. يعني هم ممكن يدخلوا على فكره ان هم يعملوا سيزونات كتير، وهم بس اهم حاجه ان هم يحافظوا على المستوى. لو كملوا على المستوى ده المسلسل ده هيعيش لسنين. لكن انا للاسف عندي تخوف بنهايه الموسم الاخير، تحس ان هم استكفوا. بس خلينا نشوف. نروح بقى الرقم 1 والمسلسل الوحيد اللي انا شايف ان هو يقدر يكون فريندز النسخة المصري. لو كمل 10 مواسم او اكتر عمري ما هزهق منه، وهو مسلسل اللعبة. مفيش جزء وحش، حتى لو قلش منهم بعض الحلقات فانت كده الضحك والاستمتاع مضمون. كيمستري عالية ما بين الابطال لحد دلوقتي زي ما هم، ومفيش حد مشي من المسلسل. افكار كتير اتعملت، واكيد كمان لسه في اكتر بكتير ممكن يستغلوها، لان اصلا فكرة المسلسل تقدر تبني بيها كتير قدام. لو كملوه خلاص كل سنة احنا مرتبطين ان هو بينزل في الفترة الفلانية زي ما كان فريندز مثلا بيعمل، انا ضامن ان هو خلاص هو ده النسخة بتاعتنا، هو ده الحاجة ان احنا نصدرها بره عادي، مفيش اي مشكلة. ولكن في تخوف ان احنا اخر سيزون اتعمل، السيزون الرابع، كان في 2023، عدت لحد دلوقتي سنتين. يقال ان السيزون الخامس بيتصور وهينزل على اخر السنة، بس هنقف بقى على الخامس ولا هنكمل بعد كده الله اعلم. بس كده ده كان رايي، انتوا بقى شايفين ايه؟ في مسلسل من دول يستحق ان هو يكمل 10 مواسم ويبني نفس التأثير والنجاح والاستمرارية اللي عملهم فريندز وذا اوفيس؟ قولوا لنا بقى رايكم في الكومنتس. بس كده ده كل عندي حلقه النهارده. كنت معاكم شريف اشرف ودي قناه شيكوسات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.